يا دكتور انا ماشي على العلاج بالحرف وباكل اكل مسلوق ومع ذلك دخلت في نوبه فلير وتعبت جدا. ليه كده؟ السؤال ده انا بسمعه كل يوم في العياده. الحقيقه ان السيطره على الاي بي دي مش بس دواء واكل، في محفزات مستخبيه تريجرز بتبوظ السيطره دي وانت مش واخد بالك. كانك بنيت بيت وصابب خرسانه بس في حنفيه بتنقط ميه، دي بتهد الاساس. النهارده في مدرسه الامعاء هنكتشف ال10 محفزات دول عشان نقفل الحنفيه دي ونعيش في امان. يلا بينا. مش كل ألم في البطن مجرد قولون. التهاب الأمعاء المناعي مرض مزمن لكنه مش خارج السيطرة. نبدأ بأول وأشهر محفز بنشوفه كتير جدا، المسكنات والنون سترويدال، العدو الأول لينا. صداع، وجع ظهر، مغص، دورة، المريض بيروح على طول ياخد بروفين أو كتافلام أو فولتارين أو أي مسكن من عيلة مضادات الالتهابات الغير استيرويدية دي. المسكنات دي بتعمل زي كهرباء في جدار الأمعاء وبتصحي المناعة عشان تهاجمه. البديل الآمن والوحيد ليك هو البنادول أو الباراسيتامول. احفظها كده، مسكن يعني بنادول بس. 2. عدم الالتزام بالدواء لما يبقى فيه كمون. بقالك سنة كويس فتبدأ تكسر في الجرعة أو تخلي الحبايتين حباية، ده أكبر فخ. المناعة بتتربص وبمجرد ما الدواء يقل في الدم بتهجم. الالتزام وقت الخمود أهم من وقت النوبة. 3. الضغط النفسي والتوتر والاسترس، خناقه في الشغل، امتحانات، قلق مادي. المخ متصل اتصال مباشر بالامعاء عن طريق المحور الدماغي المعوي. الاسترس بيزود نفاذيه الامعاء وبيحفز الالتهاب. اداره التوتر مش رفاهيه، ده جزء من العلاج. لو عندك توتر لازم تاخد مهدئ وما تقاوحش. 4. سوء النوم وقله الراحه. بتسهر كتير، نومك متقطع. قله النوم دي بتزود هرمونات الالتهابات في الجسم وبتخلي المناعه في حاله تاهب قصوى، وجسمك ما بيعملش ريبوت لنفسه، وده بيخلق بيئه خصبه ان يحصل نوبه جديده. النوم الكويس بيعمل اعاده ضبط المصنع للجسم. 5. التدخين وخاصه في مرض كرونز. في مرض كرونز السيجاره دي زي البنزين على النار. التدخين بيزود شراسه المرض وبيزود احتماليه المضاعفات والعمليات وبيخلي العلاج البيولوجي ما يبقاش فعال. التدخين خصوصا في كرونز خط احمر. 6. الاكل وقت النوبه، الطريقه الغلط. لو انت في نوبه يعني الامعاء مجروحه ما ينفعش تاكل اكل فيه الياف خشنه زي الفول والبصاره والعدس والسلطه النيه والفاكهه بقشرها او منتجات الالبان او اي اكل مسبك او حراق. وقت النوبه بنعتمد على الاكل الابيض المسلوق السهل الهضم عشان ندي فرصه للامعاء انها تلتئم. 7. العدوى والنزلات المعويه. دور برد شديد او اكله ملوثه عملت نزله معويه. اي عدوى بتنشط جهاز المناعه عشان تحارب الميكروبات، وللاسف المناعه لما تصحى ما بتعرفش تفرق وبتضرب في الامعاء برضه. عشان كده المتابعه مهمه قوي وقت النزله. التضارب بين الادويه. اخدت دواء الموضوع تاني خالص زي دواء حموضه معين او مضاد حيوي من غير ما الدكتور يكون عارف انه بيقلل امتصاص او فعاليه الدواء الاي بي دي بتاعك. دايما راجع الدكتور في اي دواء جديد. 9. توقيف الكورتيزون فجاه. الدكتور كتب لك كورتيزون وانت اول ما حسيت بتحسن وقفته فجاه، ده بيعمل صدمه للجسم وللغده القذريه، ده ممكن يدخلك في نوبه عنيفه جدا ودمويه. الكورتيزون بيتوقف بانسحاب تدريجي وبامر الطبيب المباشر. 10. الجفاف وقله شرب الميه. الامعاء محتاجه ميه عشان تشتغل والمناعه بتشتغل صح في بيئه رطبه. قله الميه بتزود التوتر في الامعاء وبتبوظ التوازن، وده محفز سهل جدا اننا نتجنبه بشرب من 2 ل 3 لتر ميه يوميا. السيطره على الاي بي دي هو اسلوب حياه. اعرف محفزاتك الشخصيه وسجلها في كشكول عشان تتجنبها. معركتنا مع الالتهاب محتاجه بطل ذكي. في مدرسه التهاب الامعاء المناعي انت اللي بتسوق حياتك مش المرض. لو استفدت من حصه النهارده اشترك معانا وشاركها مع غيرك. زكاة العلم تبليغه ودمتم بصحه وهدوء بال.